شوفوا الموتر الحين ريح، والحين نبي نرده نمره بدون ما ندعس له، بس انه لما نخفف راح الضغط ينزل. لا نزل الضغط وبعدين دعسنا بنزين عند لفه ولا شيء. تشوفون هذا يعني الكلتشات حقت الجير فيها مشكلة. في عندنا معلومة خاطئة وبنفس الوقت صحيحة. ليش نقول صحيحة؟ أنا بقول لكم شنو المعلومة. أكثر الناس عندهم إنه إذا بدلنا زيت الجير يطق الجير، وخاصة إذا كان يمشي مثلا فوق 150,000. ليش نقول صحيحة؟ تجارب الناس يبدلون الزيت شنو يصير؟ يطق الجير بعد يوم أو يومين. لكن المعلومة الخاطئة من خطأ اللي هو وقت تبديل الزيت. شلون؟ إذا جيت تبي تبدل زيت الجير وكنت فيها مغامر، لا تبدل زيت الجير والسيارة حارة. دائما الميكانيكي اللي جيته يبي بسرعة يسوي لك شغله ويمشي ويقول لك أنا غير مسؤول. لا، هو المسؤول، وترى أكثرهم عنده خبر في النقطة هذه. إذا جيت تبي تبدل جير زيت الجير، وقف السيارة ساعتين إلين يبرد اللي هو الجير والزيت يبرد. فضل طال عمرك الكارتير وفضل الزيت ونظفه، نظف تحت، ركب كارتيرك وعب زيت، امورك طيبه باذن الله. نسبه 80% تضبط الامور كلها. اما ابدل الزيت وهو حار واروح اصب فيه زيت بارد، طبيعي بيطق لو ماشي 10,000 كيلو. ما شاء الله اللون حلو. دهن ما في واجد. اي ادري ناقص دهن. اللون طيب والله، عاده فيه لزوجه والله، بس فيه وسخ وايد. شلون يقول ما تبطل براغي؟ نواس شلون انت يقول برقي؟ شلون يقول برقي ما يبطل من وكاله؟ هلا فلا، السلام عليكم. شفط لي الله يسامحك يا نواس، كسرت فيني يا نواس. نواس انت شلون يقول شو اسمه برقي ما يتبطل من وكاله؟ ما يبين بين وكاله. ها؟ هذا وكاله قسكت. هذا وكاله. شلون ما شاء الله احمر وفي لزوجه. زين قسقت هذا مو خربان. ماشي 470. يمكن تعتقد قبلها راعيه نبدل الزيت. مو خربان. ليش تبدل قسقتها؟ خلاص صبه خلينا نشوفه من داخل. لا صبا دبل دقيقة. كذا ولو كنا بكرر. صبه بالطاسه، حطه بالطاسه. صبه بالطاسه. اصبر. جيب الطاسه. خلينا ننزل الحين اشوف الجير. شوف ايوه. في وصل. هذا تدري شنو اسبابه؟ براد. مو براد. هو في براد ما في كلام. أي. لكن هذا طال عمرك خالط وياه مي. خالط مع مي. اي نعم. هذا المغناطيس. يمسك هذا. براد واجد. شوف هذا. شوف بين. اوه هذا شوف. وين مغناطيس ثاني؟ هذا واحد بس؟ ايش دعوه؟ الامريكي واحد. واحد بس. والله في سيارات احسبها اثنين نفس يجي. احسبها في نفس. سيارات اثنين يجي، في سيارات واحد يجي. ايه انا ادري، انا صدمت انه هذا واحد. واحد يجي. ما في ثاني عندك ركب يمين يسار؟ وكالة اعطيك واحد. انا شو انا ركب اثنين. خاله ما يبي يسوي خساره اثنين مغناطيس. وكالة بعدين نقص ناس بلا. ليش ركب اثنين؟ خلاص نظف الكارتير. ايه اجيب لك زيت وخليني انزل تحت اشوف الجير. اوكي. جيب قسكت قزقت؟ او فلتر. لا قزقت هذا نظيف. لا قسكت. تعريف بعدين يجي. يجي تحريف. انا مسؤول. انا مسؤول. انت انت مسؤول ولا منو؟ كيفك؟ طبعا كذا بغيضهم، لكن صح فعلا يحتاج تبديل قزقت. تبديل قسكت. لكن انا كذا هذا اعطيكم كامل بعد. يجي. ايوه ما شاء الله زين. زين هذا ما في قط. قاعد هو. انا ادري قاعد. هذا قاعد هذا الحين طال عمرك ودي مخرطه يسوي مضبوط. مخرطه ودي هذا زين صب والله لونه زين يا ولزوجته زين، لكن نشوف وسخ شوي صب. الله فيك برادات. والله اني منصدم من حالته صراحه.
والله اني منصدم يا ريجي ان حالته زين، لكن تراه ناقص. ممكن اسباب الكلتش انه من نقصان، لكن اللي انا سويته ان شاء الله مو ضايع لي تعب ان شاء الله. يعني لقيت لي ميكانيكي يقول انا تابع حبه بحبه، انا اقول راح خسر لك 40-50 دينار على الفاضي. لو تنزل الجير وتجيب لي اياه وابدل لك اياه 120 كلتشات ضغط عالي رياضيه اكثر. يا اخي انا بسوي تجربتي، انضبطت فدنا فيها المسلمين. وكلامه صراحه يوم تكلمني صراحه كلامه مقنع جدا. قال يا محمد والله اني اتابع حبه بحبه، وان اكثر اللي تكلم عنه زين، لكن من ناحيه الجير انا اقول له بدل كلتشات. قلت يعني اجيب لك السياره؟ قال لا، تفك الجير وتجيبها لي. قلت زين اذا تفك الجير؟ قال لي 200 دينار. قلت وصلت قيمه اللي هو قيمه السجن، يعني ما راح ابدل كلتشات حالها، ببدل البطيخه اذا كان الباقي زين، السويكات ومخ الجير والكهرباء والامور هذه. انا اقول لك تخسر لك 50 حرام، حط عليها زياده شيء بسيط. قلت لا، تجربتي ان شاء الله انها راح تضبط وان يستفيدون منها ناس، وان ما ضبطت خسارتها على نفسي. شوف حبيبي، انا يبي 5 لتر زيت اصلي، ويبي 2 لتر تجاري يبي غسل قبل. شنو فيه؟ هذا باور. باور وين؟ يطلع لي باور. لترين ابى اغسل فيها بس الجير، صبه من فوق خليه. حلو. تجاري غسيل هذا ولا تجاري؟ تجاري. في حق غسيل ولا ما في حق غسيل؟ لا يسوق سيارة. خفيف هذا؟ خفيف بس. اهم شيء خفيف عشان بسرعه يدخل ويتغلغل بين الجير ويطلع. انظف فيه والباقي اصبه في الجير. شرينا قطعنا ونظفنا الكارتير، هذا الغاز جيت وهذا الفلتر الجديد. نبدله ان شاء الله، رتب اموره. هذا ننظف فيه. باقي واحد وينه؟ باقي في السيارة يمكن 2 4 5. اعتقد انه والله ناقص. انت متأكد 5 كافي لتر؟ 5 لتر كافي؟ ابي هذا 7 ياخذ. 5 لتر زياده. ها؟ بس 5 لتر ابي اول. ايه؟ بعدين نجرب. 5 والله واحد قال لي 7 لتر. 5 لتر اعطيني شيك انا. نجرب ان شاء الله. ان شاء الله انه ما يضيع تعبنا على الفاضي. تكلفة الاغراض الفلتر مع هذا 17 مع الغاز جيت، هذا في الواحد دينار، تجاري بنص، يعني كم طلعت؟ 23 دينار. شغل يده تفاهم وياك بعدين. نواف عطله محقان. قلت له يصب الزيت اللي هو التنظيف ويضغطه بهواء علشان اذا دخل داخل الجير وبالذات البطيخه انه يطلع الباقي، على كثر ما يقدر يطلع. بعدين بحط له الزيت ال5 واذا نقص نزيده ان شاء الله 6 7 على حسب ما يحتاج زيت الجير. فواز يعطيك العافيه، مشكور ما قصرت. جزاك الله خير. اذا جير يصير مشكله انت مسؤول. وكاله ما اعطي كفاله، انا شنو نعطي كفاله؟ انا مالي شغل وكاله. كفاله وكاله الاخوه الغنم، شركه سوق الغنم. الجير خرب انت انت مسؤول. شركه سوق الغنم. شوف انت اعطي كفاله، انا كفاله انت المسؤول يا اخي. انت حيوان مسؤول. لا ما يصير نواس ابو نضال ما يجوز يا اخي. لا ما يجوز، بس محبه. ها محبه. مشكور يا نواس. جزاك الله خير. اذا في مشكله انت مسؤول. في ناس لذا الحين يعلقون عندي عن الزيت الجير اللي سويته امس. ها صار وياه في العلوم. ابى اقول لكم شو اللي صار وياي بالضبط، وبقول لكم نصيحه. النصيحه شنو؟ اللي ضبط وياي يمكن ما يضبط وياك. حطها قاعده. انا امرت بالخساره اللي انا خسرتها اللي هي 41 دينار بالضبط، حسبتها بالملي. قطع الغيار 26 وشغل ايده ب 15. هذه على قولتهم خسارتها علي، ضبطت او ما ضبطت. اللي ضبط وياي يمكن ما يضبط مع غيري. على العموم
السيارة كان أول لا وقفت بعدين دعست تبوش بعدين تبدل، هذه راحت. أنا بقول لكم علوم السيارة بعد أسبوع أو بعد 5 أيام، أقول لكم علومها كاملة. لكن دامكم إلى الحين الأسئلة موجودة، السيارة تبويشها راح، لكن النتلة لجيت أوقف عند إشارة طب موجودة. كانت قوية أول، الحين خفيفة لكنها موجودة. هذا اللي حصل معي في السيارة، تنويه لا أكثر ولا أقل. نجرب على اللفة، دائما في اللفة يجي فيه تأخير. والله راحت التبويشة، ما أبي أضغط عليه نهائي إلا عقب 4 أيام، أو إني أضرب خط 300-400 كيلو علشان أدري إن الزيت مو بختلط إلا تأغلط.